لا تكن أو لا تكشف أسرارك. وأسرارك هنا يعني خصوصياتك. كل إنسان فينا في العالم له خصوصيات خاصة، شيء طبيعي. البيت له خصوصيات، الشغل بتاعك له خصوصيات، خدمتك لها خصوصيات، الوطن اللي عايشين فيه له خصوصيات، شيء طبيعي خالص. لكن لا تكشف خصوصياتك، لأن هذا الكشف قد يؤدي إلى هلاك. هلاك بيتك، هلاك خدمتك، هلاك عملك، هلاك وطنك. وعشان الموضوع كبير أنا عايز أركزه وإياكم في عدة نقاط. أول حاجة، لا تكشف أفكارك. بس أرجو ناخد بالنا في المعنى المقصود بهذا. يعني لما تقعد ويقب اعترافك، شيء طبيعي إنك تكشف أفكارك، وبالذات لو كان في أفكار بتحاربك، ده شيء طبيعي. وكشف الأفكار هو بالدرجة الأهمية قبل أن تتحول هذه الأفكار إلى أفعال. ده شيء طبيعي في النطاق الروحي. لكن في النطاق الاجتماعي واحنا بنتكلم، لا تكشف أفكارك. اسمع يشوع بيقول إيه: لا تكشف ما في قلبك لكل إنسان، فعساه لا يجزيك شكرا. مش كل حاجة في قلبك تقولها. في واحد كده بيتكلم على طول، في واحد بيجيب سيرة كل شيء، في واحد بيتكلم في اللي له واللي ملوش. لا تكشف أفكارك، حتى لو كانت أفكار طيبة. كن حكيم. الأسبوع الجاي هنتكلم على الحلقة السادسة، هنتكلم على لا تكن جاهلا. تقول لي ازاي؟ ده انا متعلم وعلى درجة عالية من العلم. اقول لك العلم حاجة، والجهل اللي هنقصده حاجة تانية هنشرحها الاسبوع الجاي اذا اراد ربنا وعشنا. هنا يقصد انك مش كل حاجة جواك تكشفها. دايما نسأل سؤال للشباب: هو ايه الفرق بين البيت والشارع؟ ايه الفرق بين البيت والشارع؟ طبعا هيبقى فيه فروق كتيرة. في البيت بيبقى فيه بابا وماما، البيت كل اللي فيه أعرفهم، البيت بيبقى فيه أمان، كل ده كلام حلو. الشارع عكس كده. لكن كمان فيه فرق مهم جدا، إن البيت له باب، الشارع ملوش باب. الشارع فيه كل حاجة مكشوفة وانت ماشي فيها، لكن البيت له باب بيتقفل، فالبيت له خصوصيات. وحتى من التعبير المصرية المشهورة يقول لك البيوت أسرار، خصوصيات. فالنقطة الأولانية لا تكشف أفكارك. يقول لك إيه؟ لا تطلع على سر صديقك ولا عدوك، ولا تكشف ما في نفسك لأحد، لأن إن لم تكن فيك خطيئة فإنه يسمعك ثم يرصدك ويصير يوما عدوا ليك. دي موجودة في سفر يشوع ابن سراخ في إصحاح 19 في عدد 8 و9. يعني الإنسان عنده خصوصيات احتفظ بيها جواك. أنا فاكر مرة واحد قال لي: أنا كل ما أقول فكرة جديدة وأبقى متحمس ليها، ومجرد إن أنا أقولها وأطرحها كده وأتكلم فيها مرات ومرات، تكون النتيجة إن الحماس اللي عندي يروح والفكرة تموت وما أعملش حاجة. فصرت بتكلم كتير لكن مش بعمل حاجة خالص. احتفظ بسرك، احتفظ بخصوصياتك، احتفظ بفكرك إلى أن يصير حقيقة. اتكلم بعد كده. على رأي واحد من الحكماء بيقول إن اعمل، واعمل بصمت، ودع النجاح هو الذي يحدث الضجيج. في واحد لما يجي يشتغل يتكلم على اللي بيعمله، وبيتكلم كتير ويتكلم هنا ويتكلم اللي يساوي واللي ما يساويش، ممكن العمل بتاعه يتحسد،
يمكن العمل بتاعه ما يكملش، يمكن العمل بتاعه يربي أعداء ويرصدوه. وفي واحد آخر أكثر حكمة، يشتغل وبصمت، وفي الوقت المناسب لما ينجح العمل بتاعه يبتدي يكشفه ويبتدي يبينه لكل أحد، وهو اللي يحصل من وراه إن الناس تشوفه وتفرح بيه، خلاص بقى صار حقيقة واقع. ويليام شكسبير، وده أحد الكتاب الإنجليز، بيقول عبارة جميلة قوي: احتفظ بأسرارك الهامة لنفسك، واعلم أنه إذا لم تكن أنت نفسك قادر على حفظ أسرارك فلا تتوقع أن يحفظها الآخرون. عارفين بالظبط زي ما بيجي واحد يقول لك أنا هقول لك حاجة بس ما تقولش لحد، وبعدين يبتدي اللي سمع يروح لواحد تاني ولا تالت ويقول له هقول لك حاجة بس ما تقولش لحد، وتكون النتيجة ان في ظرف ساعات يكون حدود كتيرة عرفوا الموضوع. اذا ما كنتش انت تقدر تحفظ لسانك وتحفظ افكارك جواك وتكون امين عليها، ويمكن كتير منكم يعرف ان المثل اللي بيقول السر اللي يخرج عن اتنين ما يبقى السر. اوعى تظن ان الاتنين دول اتنين بشر، لا، الاتنين دول اللي هما الشفتين. شفتين هم دول اللي بيسمحوا ان الكلام يخرج او ما يخرجش. وده اللي خلى واحد زي القديس يعقوب، القديس داود النبي، يقول ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. عايز انا احط بوابة من حديد، بابا حصينا لشفتي. مش كل حاجة اقولها، مش كل حاجة اتكلم فيها. لازم الانسان يكون حكيم في اللي بيقوله او في كشف الافكار بتاعته. لا تكشف افكارك. نمرة 2، لا تكشف افعالك. ايه بقى لا تكشف افعالك؟ يعني لا تكشف كل شيء انت بتعمله، ما تكشفش كل نشاط انت بتقوم بيه، ما تكشفش حاجتك قدام حد ما تعرفوش خالص وما يكونش قريب منك. طبعا شيء طبيعي لما يكون في أسرة واحدة لازم تكون حياتنا فيها مشاركة في كل شيء، لكن أنا بتكلم على شخص يكون بعيد عنك أو شخص غريب عنك. اسمع يشوع بيقول إيه: لا تباشر أمرا سريا أمام الأجنبي. الأجنبي يعني الغريب، فإنك لا تعلم ما سيبدو منه. هياخد الكلام ويعمل بيه إيه؟ هيفكر فيه إزاي؟ وهنا بيوجهنا لحاجة مهمة اللي هي أسرار عملك. كل واحد فينا بيشتغل في أشغال كتيرة، في أشغال عادية معتادة وفي أشغال لها حساسية خاصة. عشان كده كتير لما واحد يشتغل في مكان حساس أو مكان له يعني أسرار خاصة أو خصوصيات خاصة، يخلوا الموظف يوقع على اتفاقية اسمها اتفاقية حفظ السرية. يعني العمل اللي بيعمله بأسرار هذا العمل، أي عمل فيه كده مفروض إنه لا يعلنه. أنا فاكر مرة ابن من أبنائنا اجتهد ووصل إنه اخترع دواء، وسجله بره، وهو كان صيدلي. ففي مرة بيزورنا هنا بقول له احكي لي انت عملت ايه، فقعد يحكي لي شوية خطوات، وجه عند خطوة معينة قال لي مش هقدر اقولها لك. بقول له ليه يا فلان؟ قال لي اصل انا موقع على اتفاقية حفظ السرية، اللي هي تمام الثقة في الموظف اللي بيشتغل. لا تكشف افعالك، والامانة تقتضي منك انك تحفظ خصوصيات عملك. دي امانة. أي عمل بتعمله أنت في أي مكان يكون من الأماكن المهمة، لازم تحفظ أسرار هذا العمل وأمانة هذا العمل، لأن المسؤولين أو المكان اللي بتشتغل فيه ائتمنوك على هذه الخصوصية وعلى هذه الأسرار. يقول لك لا تباشر أمرا سريا
أمام الأجنبي. يمكن تفتكروا زمان كانوا يتكلموا زمان، يمكن مثلا من 50 سنة ولا أكتر، يقول لك إيه، تعالى أوريك محطة المطار السري. منين مطار ومنين سري ومنين في محطة؟ ده كشف لأسرار. ده شيء مهم. أحيانا الواحد بالكلام بيقع، عشان كده خد بالك، لا تباشر أمرا سريا، يعني أمر أنت مؤتمن عليه أمام أجنبي، فإنك لا تعلم ما سيبدو منه. وطبعا زي ما انتم عارفين ان احنا في الزمان ده اسمه زمن البيانات والمعلومات او تدفق المعلومات. اي كلمة صغيرة ممكن يبقى وراها شغل كتير خالص، وممكن تفيد عدو، او ممكن تضرك او تضر المكان بتاعك او مكان عملك. لا تكشف افعالك. الامر الثالث ان لا تكشف اسرار بيتك وبلدك. اسرار بيتك يقول لنا كده في يشوع بن سراخ في الاصحاح 11، يقول لا تدخل كل انسان الى بيتك، فان مكايد الغشاش كثيره. لا تدخل كل انسان الى بيتك. البيت له احترامه، له وقاره، له خصوصيته. مش اي واحد يدخل فيه، مش اي واحد. انا ممكن اقابل انسان على الباب، او ممكن اقابل انسان في مكان خارجي عام. مش اي واحد يدخل البيت. فان مكايد، جمع مكيدة، مكايد الغشاش كثيرة. عشان كده بيتك الخاص لا تكشف كل ما فيه. ودايما نوصي اللي بيتزوجوا ان بيتكم يكون مكنون، بيتك يكون مكنون. ودايما نقول كده، ربنا يهدي سرهم، يهدي سرهم، يخلي حياتهم الخاصة جوه بيتهم مكنونة محفوظة. ومن أكبر الأخطاء واللي بتسبب مشكلات كبيرة في الأسر الناشئة وفي الأسر الكبيرة، إن البيت اللي لسه ناشئ كل أخباره وأسراره تكون على لسان الآخرين. من أكبر الأخطاء. اعرف وتعلم إنك لما تخش بيتك، وبالذات لما تكون مكون أسرة جديدة، إنك تحفظ أسرار بيتك. من الأخطاء الشائعة في هذا الزمان الناس تعمل أي حاجة وتصورها وتحطها على مواقع التواصل الاجتماعي. إيه الفايدة؟ إيه المهم في الموضوع ده؟ ده ممكن واحد ياخد الصور دهيت ويستغلها استغلال وحش، وبنسمع جرائم بهذه الصورة. إيه اللي تستفيده؟ إيه اللي هتبتدي تاخده؟ في واحد يحط كل صغيرة وكبيرة بيمارسها في حياته اليومية يحطها على النت. ايه تستفيد ايه؟ ما انتش بالاهمية ان الناس كلها بتتابع اخبارك. والاشرار في كل مكان، ومكايد الغشاش كثيرة. انت يمكن حاططها يعني بحسن نية، لكن للأسف الشديد يوجد هناك غشاش أو مكايد الغشاش تاخد أي حاجة وتسيء استخدامها، وتستخدمها بطريقة وحشة. أرجوك انتبه، لا تكشف أسرار بيتك ولا أسرار بلدك. خد بالك، يعني مثلا واحد يروح يصيف، يعمل اللوكيشن على الموبايل بتاعه هو فين. إيه الناس تعرف انت فين ليه؟ شيء مش كويس. احفظ خصوصيتك. لازم الموضوع ده يكون مهم جدا، لأن ممكن يحصل لك من وراها أضرار كتيرة. ده في ناس زي ما بنقرأ في بعض الجرايد إن في جرائم ترتكب عشان فلان أو أسرة فلان في بلد تانية، في أي مشوار تاني، في أي مصيف تاني، يوم ده يعرض شقتهم أو بيتهم للسرقة، ما هم مش موجودين. انتبه، انتبه. وطبعا زي ما يشوع بن سراخ بيقول لا تدخل كل إنسان إلى بيتك فإن مكايد الغشاش كثيرة. ده كأنه عايش وهنا النهاردة.
ده كل يوم بنسمع عن أشكال وأشكال من الغش، وأشكال وأشكال من النصب، وأشكال وأشكال من الجريمة. انتبه، مكايد الغشاش كثيرة. وده معناها ان ممكن يبقى في انسان غشاش او انسان شرير او انسانة غير نقية، ياخد الكلام ده كله ويبتدي يستغله باستغلال رديء، وتكون مكيدة او مكائد لأسرتك او لبلدك. عايز اقول لك كمان ان لا تكشف اسرار بيتك، بيتك اللي هو الصغير، لكن بيتك الكبير هو الوطن. الوطن، العالم مليان أوطان وبلاد كتيرة، ووطنك مفروض إنك تحافظ عليه، تحافظ عليه حتى من أي معلومة تتقال، من أي تسريب، من أي تغريدة، من أي مراسلة، من أي مكالمة. احفظ الوطن، ولا تسيء الوطن مثلا بصورة وحشة. صورة ممكن واحد يصور صورة ممكن تكون موجودة، والصورة دي تروح نشرها وحطتها. ما هي الشطارة؟ انت بتسبب اساءة دلوقتي، انت بتسبب تشويه لصورة بلدك، لصورة وطنك. مفروض ان وطنك ده تحافظ عليه، مفروض انك يكون في كلامك وفي افعالك في ارقى واجمل صورة ممكنة. من الحكمة الا تدخل الغشاشين الى بيتك. غشاش يعني واحد كذاب، واحد نصاب. لا تدخلوا إلى بيتك ولا إلى وطنك، ولا تسمح لهم بفرصة إنه يستغلوها استغلال سيء يضرك بأي صورة من أنواع الضرر. يقول له أشعياء، بيقول لحزقية، بيقول له ماذا أريتهم؟ الناس اللي دخلوا عندك دول أنت أريتهم إيه؟ فحزقية ربما يكون بيرد بكل بساطة، يقول إيه؟ ما فيش حاجة في خزانتي إلا وقريتهم إياه، يعني خبيتش حاجة خالص. طب فين خصوصياتك؟ معقول كل حاجة كشفت نفسك كده خالص؟ فيقول له هوذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك، يعني بيتك يخرب. طب ما أنت اللي غلطان، ما أنت اللي كشفت، ما أنت لم تصون بيتك. انتبه للحكاية دي. وما زخره أبائك إلى هذا اليوم، يعني كل اللي عملوه آبائك وكونوه وزخروه بقى من الذخائر، تكون النتيجة لا يترك شيء، يقول الرب. وده اللي حصل تقريبا بعد 100 عام من لما جه السبي، وجه أهل بابل وسابوا الشعب كله سبي، أسر، وخدوا الشعب وكل ممتلكاته وكل ما هو ذهب وفضة وثمين، سرقوه وراح لغاية مملكتهم في مملكة بابل. لا تكشف أسرار بيتك ولا بلدك. نقطة رابعة، ودي نقطة اجتماعية مهمة، لا تكشف أسرار الآخرين. تكونش نقال الكلام، بتنقل ده أنا سمعت كده، بيقولوا كده، وتنقل ده أنا عرفت كده. واحيانا الواحد بالصوره دهيت يقول عندنا حتى يشوع بن صراخ بيقولها بطريقه لطيفه قوي، يقولها في اصحاح 19: ان سمعت كلاما فليمت عندك. وده تعبير شديد جدا. يعني لو سمعت حاجه، اي كلام عن سين من الناس، عن موقف معين، عن موضوع معين، فليمت عندك، يعني تكون انت المحطه الاخيره، يعني ما يطلعش تاني من بقك. إن سمعت كلاما فليمت عندك، ثق فإنه لا يشقك. مش هيتعبك، أنت بس حطه جواك ومش هيتعبك. لكن في واحد كده، ويعني في التعبير البلدي يقول لك لسانه بياكله، عايز يتكلم، عايز يقول، عايز يتبرع بالكلام. يمكن في بعض المهن بتستدعي ان واحد يبقى جنب واحد، مثلا في مهنة التاكسيات، ركوب التاكسيات،
يتكلم أي كلام، ويقول لك ده كلام دردشة بنسلي نفسنا في الطريق، أو في صالونات الحلاقة أهو بيدردش كلام. خد بالك، لا تكشف أسرار الآخرين. وهنا يقول لنا كلمة فليمت عندك، يعني كأنك معرفتوش، ما يطلعش منك تاني، مش هتحقق شيء، مش هتكسب من وراه شيء. قد تظن انك انت زي يعني ابو العريف، انك بتعرف الحاجة اولا. طب وبعد ما عرفتها اولا، ايه النتيجة؟ ايه المكسب؟ انتبه، لان ممكن الكلام ده يكون حاجة تخص انسان، تخص حياته، تخص اسرار حياته، تخص موقف عنده، وكمان ممكن تكون انت فهمته غلط فبتنقل حاجة غلط، ممكن تسيء اليه بهذا الكلام. بيعجبني قوي المثل اللي بيقول ما شتمك الا اللي بلغك. يعني واحد يجي يقول لك ده فلان بيقول كذا 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 عليك، يقول لك ما شتمك الا اللي بلغك. فانتبه ايضا، يعني افرض سمعت انسان بيشتم انسان اخر، ايه الداعي انك تنقل الكلام ده؟ ايه الداعي انك تتكلم في الكلام ده؟ يقول لنا يشوع ان سمعت كلاما فليمت عندك. وده مش بتكلم بمنظور روحي فقط، لكن بتكلم بمنظور اجتماعي، لأن ما تنساش إن الطبيب بيسمع أسرار مرضاه، ولا يحق للطبيب إنه يتكلم عن أسرار مرضاه. الأخصائي الاجتماعي بيسمع أسرار الناس اللي بتيجي عنده، اللي بتطلب مشورته، ولا يحق له إنه يتكلم ويذيع أو ينشر أو يذكر حتى أسرار أو خصوصيات الناس اللي بتيجي عنده. برضو المديرين ورؤساء العمل مسؤولين عن الكلام ده. هو أحيانا يطلعوا على بعض الخصوصيات بتاعة الموظفين الموجودين. وطبعا يتقدم كل دول أب الاعتراف. أب الاعتراف صحيح هو الموكول له إنه يتلقى الخطايا ويصلي من أجل الشخص المعترف، وفي نفس الوقت يستعد علشان يساعد هذا الإنسان، يساعده في مسيرته الروحية، ويساعده في فهم الحياة أكثر، ويعطيه تدريب فوق إنه بيديله الحل من الخطية بحسب وضعيته ككاهن شرعي. وده اللي خلى واحد من الحكماء قال عبارة جميلة قوي، قال 4 تدل على الجهل: صحبة الجهول، وكثرة الفضول، وإذاعة السر، وإثارة الشر. 4 يبينوا إن الشخص اللي قدامك جاهل. 1 صحبة الجهول، إنه بيصاحب ناس جهلة. 2 كثرة الفضول، عايز يعرف، يخش في كل حاجة وعايز يعرف كل حاجة. ونمرة 3 إذاعة السر، نشر السر أو الخصوصية. ونمرة 4 إثارة الشر، يهيج الآخرين بشر أو بكلام ليس مقبولا. خد بالك، لما تسمع حاجة اعتبر نفسك المحطة الأخيرة خالص، واعتبر نفسك إنك أنت خزانة، ولا داعي لنشر الكلام. واستمع إلى حكمة يشوع ابن سراخ وهو بيقول إن سمعت كلاما فليمت عندك خالص. نقطة تانية أو نقطة أخيرة، إن لا تكشف حكمتك إلا بحساب. ربنا يديك حكمة، شيء طيب، ربنا يعطيك نظرة موضوعية للأمور، ده كويس خالص، لكن لا تكشف حكمتك إلا بحساب. بحساب الوقت، إيه الوقت، إمتى، لمين، إزاي، إيه اللي يتقال فيها. كن ناصح، كن ناصح في الكلمة اللي بتقولها. يقول لنا يشوع بن سراخ، يقول كده لا تستشر من يرصدك،
واكتم مشورتك عمن يحسدك. هقولهم تاني، بعض الألفاظ بتبدو إنها صعبة لكن معانيها الحقيقة حلوة قوي. دي في إصحاح 37 عدد 7. يقول لا تستشر من يرصدك. واحد قاعد لك على الواحدة وراح تاخد مشورته. ونمرة 2، واكتم مشورتك عمن يحسدك. يعني انت سواء بتاخد مشورة او بتقدم مشورة كن حكيم في الحكاية دهيت، لانه عمن يحسدك هو يكمن الشر في كلامه بخصوصك. كن منتبه، كن حكيم. طبعا احنا بنقابل ناس كتيرة ممكن يكون فيهم الصفات دهيت، لكن انت واحنا في نهاية السنة بنحاول انك تصفي قلبك، بتحاول انك تبتدي بداية جديدة، بتحاول تكتشف ضعفات تكون عندك وتطردها من حياتك. من الشطارة ان الواحد يكون حكيم وكأنه مغلق في حاجة تخصك انت او تخص افراد معينين. بيتك مثلا، يبقى انا ويا بيتي، مفيش داعي اللي جوه بيتي ده اقوله بره، او اصحابي او شغلي او كنيستي او خدمتي او حياتي لازم تكون حكيم فيما يمكن ان تقوله. المهم ان تكون انسانا امينا، تكون امين. خلاصة الموضوع ان القديس يشوع ابن سيراخ وهو بيكتب لنا سفر الحكمة، وقلت لك السفر ده مكون من 51 إصحاح، وهو الحقيقة ممتلئ بعبارات قصيرة جدا، والعبارات ده هي بتفكرنا بسفر الأمثال. لكن الملحوظة الكبيرة في هذا السفر إن آيات كتيرة بتبتدي بلا ناهية، وكأنه بيقدم لنا مجموعات من الوصايا اللي تفيد الإنسان في حياته وفي مسيرته، وبتمثل قدامنا زي الوصايا العشر: لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، كلها بتبتدي بالله النهاية. وقلت لك إن السفر ده فيه حوالي 150 آية أو أكتر كمان، كلها بتبتدي بالعبارة دهيت بلا. واخترنا النهاردة في الحلقة الخامسة من سلسلة التأملات دهيت لا تكشف أسرارك. لا تكشف أفكارك، ولا تكشف أفعالك، ولا تكشف أسرار بيتك أو بلدك وطنك، كمان لا تكشف أسرار الآخرين، وأخيرا لا تكشف حكمتك إلا بحساب وبحسب الموقف اللي انت موجود فيه. تذكر على الدوام ما قاله هذا الحكيم: لا تكشف ما في قلبك لكل إنسان. وما تعملش زي حزقية اللي استقبل ضيوف من بابل فأراهم كل شيء، وكانت النتيجة ان بعد سنين جت بابل والإمبراطورية كلها وقامت بسبي الشعب كله وكل ما عنده وكل ممتلكاته، وراحت كلها في هذا السبي في بابل. اعرف واحفظ هذه الوصية: لا تكشف أسرارك، وكن أمينا في حياتك. والحد التاني صغير النفس ده اللي تحت خالص في الأرض، لكن الله يطلب منا ان احنا نكون في الحد الوسط اللي هو حد الاتضاع او حد الحقيقة، ان يكون كل انسان بحسب حقيقته. ودي نقطة مهمة جدا، لان صغر النفس بيحارب كل انسان، بيحارب الصغير والكبير. الطالب وهو داخل الامتحان ممكن يبقى خايف، ما عندوش ثقة في نفسه، ممكن يلخبط في الإجابة. الشخص اللي رايح يتقدم لوظيفة ويتعمل له انترفيو مقابلة ويقعد ما يبانش فيه انه واثق في نفسه، تكون النتيجة انه ما يتقبلش لانه ما عندوش ثقة في نفسه. النقط دي نقط مهمة جدا، ان لا تكن صغير النفس. واحنا حتى بنصليها في التحليل نقول صغر النفس، النفس اللي هو حس انه إلا، انه ضعيف. حتى الوصية الجميلة اللي بنقراها وبنصليها في الكتاب المقدس في صلاة نصف الليل يقول: لا تخف أيها القطيع الصغير،
ما هو القطيع الصغير ده عنده شكل من أشكال عدم الثقة في النفس. فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. يعني كل ما يجيله كده إحساس إنه خايف، إنه قليل، إنه صغير، يقول لا، ده الملكوت ينتظرني، أنا أجتهد عشان أوصل للملكوت. صغر النفس هو شعور للفرد بيشعر فيه إنه أقل من الآخرين، والأخطر من كده إنه لا يقبل نفسه. وده شيء خطير، إن في إنسان يبقى عايش مش قابل نفسه ومش قابل قدراته، القدرات اللي عنده، وشوية بشوية تروح منه ثقته في نفسه، ويوصل لدرجة، ربنا يحفظ الجميع، درجة لكراهية نفسه، ويبتدي يعتبر ان كل الآخرين أفضل منه، وان هو زي العدم، وممكن يخرج ويدخل في بالوعة اليأس، وممكن ينتهي الإنسان إلى حياة الانتحار. يوصل لحد ياخد القرار، يحط حد لحياته وينتحر. هنا خطورة عدم وجود الثقة في النفس. عايز أقول لك وابتدي وياك الموضوع زي ما بيعلمه لنا يشوع ابن سراخ في حكمته وفي سفره، إن نمرة واحد، لا تفقد ثقتك في نفسك خالص مهما كان. لا تستحي، يقول لنا كده يشوع ابن سراخ، لا تستحي في أمر نفسك. يعني ما تبصش لنفسك وتحتقر نفسك، وأنا بتكلم في زاوية محددة. لا تحتقر نفسك وتبص لنفسك إنك قليل خالص. أنت لو كنت في طالب مثلا بتذاكر، أنت بتذاكر وتعبت، واعرف إن التعب ده يكلله الله بالنجاح. شوف يقول لنا في المزمور إيه؟ الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. بيزرع بالدموع، يعني كأن دمع العين ده هو اللي بيروي الزرعة بتاعته، يعني سهران على الزرعة بتاعته، يعني عنده أمل وثقة ورجاء إن يبقى فيه ثمر، فيحصدون بالابتهاج. لا تفقد الثقة بنفسك خالص. أنت مسيحك في ظهرك، والقديسين بيساعدوك، وروح الله يعمل في داخلك. ويمكن أحيانا الإنسان بيسمع الكلام المحبط، يسمع من هنا ده يقول كلمة وده يقول كلمة، كلام محبط، يقوم يمكن كلكم فاكرين القصة بتاعت أديسون اللي اخترع المصباح الكهربائي، ازاي اتطرد من المدرسة، وازاي ان أمه اللي هي كانت مسؤولة عنه الناظر يقول لها ان ابنك ده مش نافع. اللي قال عليه مش نافع صار أفضل مخترع في تاريخ البشرية. ليه؟ لأن أمه وقفت وراه وقعدت تزرع فيه الثقة في نفسه، إنك تقدر، إنك تشتغل. أنا افتكر قصة لطيفة قوي عن شاعر لبناني اسمه كرم ملحم، كان ألدغ في حرف الر، فحبت مذيعة تقابله وتسأله أسئلة ويجاوب عليها، ويعني يبقى باب من أبواب السخرية، إنه إيه؟ ألدغ في حرف الر، كل كلمة فيها ر يبقى ألدغ فيها. فمن براعته ظل ربع ساعة يتكلم كلمات لا يذكر فيها حرف الر، وأثبت جدارة بالغة. واحد زي طه حسين كان ضرير، وأسرته كانت أسرة قروية بسيطة للغاية، ولكن لما وقف اللي جنبه وزوجته كملت إنه تعطيه ثقة في نفسه، صار عظيم من عظماء مصر، صار وزير للمعارف التربية والتعليم، صار كاتب لكتب كثيرة ومفكر وفيلسوف، وصارت له نظريات، وقاد جامعة الإسكندرية. كل ده الثقة في النفس. لا تستحي في أمر نفسك. أفكركم بقصة لطيفة في الكتاب المقدس. لما جه صموئيل وعايز ياخد
واحد يبتدي يدخل الحرب أو يقف قدام جليات، فابتدى الكبير ثم الصغير إخوات داود، واحد في التاني في التالت، وداود مش في الاعتبار لأنه ده الصغير، ده الصغير. ويبتدي أبو داود يعني يقدم داود ويقول له ده الصغير، ده إذا كانوا الكبار مش نافعين. وبعدين يقولوا له لماذا نزلت؟ أنت نزلت تحارب جليات؟ وأنت عارف مين جليات؟ أنت عارف قوة جليات؟ اللي هزم جليات مش النبلة، اللي هزم جليات الثقة في النفس، ووضع الثقة دهيت في يد الله. أنت تأتي إلي بسيف ورمح وأنا أتي إليك باسم أو بقوة رب الجنود. فقوة رب الجنود دي استخدمت الثقة اللي وضعها داود في نفسه وسلمها في يد الله، فصنعت العجب وانهزم جليات. الصورة الجميلة دهيت داود لم يلتفت لأصوات الإحباط اللي حواليه، ويقول كده يشوع ابن سراخ في آياته وأمثاله الحكيمة، يقول لا تستحي حياء به هلاكك. لا تستحي، ما تخافش، لا تستحي حياء به هلاكك. ودخل داود وعاش وانتصر ولم يفقد الثقة بنفسه. اوعى تفقد الثقة بنفسك، اجتهد ان يكون عندك هذه الثقة باستمرار. عايز اقول لك حاجة مهمة قوي، ما تقولش ابدا قدام اي موقف انا ما اقدرش وتبعد، او ما تجيش قدام اي مسؤولية وتهرب. ان وجدت الثقة في نفسك هتقدر بنعمة المسيح انك تجتهد وتنتصر وتشعر ان الله يستخدمك. كتير من المشروعات اللي بنيجي ندخل فيها سواء بناء الكنايس او غير بناء الكنايس، والواحد في اول المشروع يقول يا رب طب ده هعمله ازاي؟ طب ده اخليه ازاي؟ ده ما عنديش كذا ولا كذا ولا كذا. فنستمع الى صوت الله ويقول خلي ثقة في نفسك، والثقة في نفسك دي هاخدها واشتغل بيها وتحقق نجاح كبير. على رأي المتنيح البابا شنودة لما بيقول عبارة لطيفة، بيقول عندما توجد النية الله يعطي الإمكانية. النية اللي هي الثقة في نفسك، عندما توجد النية الصالحة والثقة في نفسك الله يعطي الإمكانية. أنا متذكر قصة كان حكاها لنا أبونا بشوي كامل في اسكندرية عن السيدة اللي جات له ست غلبانة كده وقالت له 120 جنيه دول خدهم ابني بيهم كنيسة. طبعا مفيش كنيسة هتتبنى ب 120 جنيه، لكن هو خد المبلغ ده وخلاه زي خميرة، ومن خلال الخميرة دهيت الله بارك واتبنت كنيسة واثنين وثلاثة بالرقم البسيط ده. لا تفقد الثقة بنفسك، دي نمرة واحد. ده أنا عايز كمان يعني أذكر لك إن واحد زي موسى النبي، وموسى النبي ده أحد الأنبياء العظام. موسى النبي يقف ويقول قدام الله أنا أغلف الشفتين. أنا أروح أتكلم قدام فرعون؟ أتكلم إزاي؟ ده أنا ما بعرفش أقول كلمتين على بعض. أغلف يعني مقفول، أغلف الشفتين، أتكلم إزاي؟ وأرميا في الجزء اللي قريناه هنا يقول لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. هو شايف نفسه. يوم الله يقول له، وشوف بقى التشجيع القوي، لا تقل إني ولد لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أأمرك به. اوعى تعتبر نفسك إلا، تقدر، أنت تقدر،
بنعمة المسيح تقدر تشتغل وتقدر تخدم. أحيانا بناخد الشباب الصغير اللي هو مثلا في مرحلة ثانوي يخش فصول إعداد خدام، يقول أنا هبقى خادم إزاي يعني؟ وأنا أعرف إيه؟ وأنا لسه صغير. ويمكن لما يبتدي يتدرب ويتمرن يلاقي بينه وبين الأولاد اللي بيخدمهم سنين قليلة. لكن عندما توجد الثقة في نفسك تستطيع وتكبر شوية بشوية. في واحد يجي يترهبن، وطريق الرهبنة ده طريق مش سهل، يقول أنا هقدر على الرهبنة، ويبتدي عدو الخير يحاربه ويسيب الدير ويسيب الرهبنة. وفي واحد تاني يحط ثقة في نفسه ويكبر شوية بشوية في الحياة الروحية وفي الحياة الدائرية، ويكبر في خبرات شيوخ آباء البرية، ويتعمق ويشبع ويفرح بحياته الرهبانية. يعقوب الرسول يقول لنا من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية. ما تهربش من مسؤولية أبدا. عندما تكلف بمسؤولية ما تهربش منها خالص. مادام أنت صادق مع نفسك ضع ثقتك في نفسك، حط ده كله في يد الله. دي نمرة 1. نمرة 2، لا تفقد ثقتك بالله. الأولانية لا تفقد ثقتك بنفسك، لا تفقد ثقتك بالله. يقول لنا يشوع بن سراخ في إصحاح 7 لا تكن صغير النفس في صلاتك، زي ما قريتها من شوية. لا تكن صغير النفس في صلاتك. يعني واحد ايه صغير النفس في صلاتك؟ يعني واحد يقف يصلي وهو مش متأكد ان الكلام ده هيوصل عند الله، او يكون بيطلب بغير ايمان. انا فاكر مرة شاب من الشبان كان يعني بعيد في حياته الروحية خالص ومش واخد باله من نفسه، فجه مرة قال لي تعبير لطيف قوي، قال لي أنا صلاتي ما بتعديش سقف الأوضة. عايز يقول يعني صلاته ضعيفة. هي الصلاة ازاي تبقى قوية وتصل إلى مسامع الله؟ من خلال إيمانك. الصلاة التي بإيمان، إن طلباتك الروحية بتقدمها بإيمان، بلجاجة، باستمرار، بأنك بتصرخ من قلبك حتى دون أن تنطق شفتاك. من الأعماق صرخت إليك يا رب. في صلاة حتى وإن كانت صغيرة جدا ولكنها توصل لغاية أذني الله. يقول كده لا تقل سأتوارى عن الرب ألعل أحدا من العلي يذكرني. يعني أنا ربنا هيعرفني إزاي؟ ده أنا واحد من ملايين. هو أنا أمثل إيه عند ربنا؟ هو أنا ربنا يعني واخد باله مني؟ ده أنا لما بقف في الكنيسة في مئات من الناس واقفين، هياخد باله مني أنا؟ اشمعنى أنا يعني؟ وهي كنيسة واحدة، ده آلاف الكنايس، وهي بلد واحدة، ده مئات البلاد والشعوب والبشرية النهاردة اللي بتوصل 7 مليار من البشر. ربنا هياخد باله مني؟ يفقد ثقته في الله. لما بنقول كل يوم الصبح نقابل بعض ونقول صباح الخير وصباح النور، صباح الخير المقصود بها أن هذا الصباح بتاع ربنا هو كلي الخير، وهو الساكن في نور لا يدنى منه. عشان كده بنقول أن هذا النهار الجديد الله العامل فيه، الله صاحب الخير اللي فيه، ده بيدي لك نوع من الثقة في الله. الله الذي يدير هذه المسكونة ويدير الحياة، يدير الطبيعة، يدير الفلك كله، النجوم والكواكب والشموس والمجموعات في الفضاء، هو الذي يدير. وفي نفس الوقت بيدير أصغر خلية. كل خلية في جسمنا وفي جسم الكائنات الحية كأن لها عقل يديرها. هي يد الله التي تدير هذا العالم كله. الخالق يدير الخليقة، الإنسان، النبات، الحيوان، حتى الكائنات الصغيرة اللي بيسموها وحيدة الخلية، الله يدير الحياة فيها. لكن
أحيانا الإنسان يشعر بصغر النفس بسبب الحساسية الزايدة اللي عنده. بعض الناس عندهم حساسية كتيرة، حساسية لأي أمر صغير. يعني لو واحد ضرب موبايل كده لصاحبه وصاحبه مردش عليه، يقول لك هو مش عايز يرد عليا، هو واخد مني موقف. لو دخل في وسط ناس وبعدين سلم على البعض وهو ما جاش دوره في سلام، يقول لك بس هو قاصد، هو زعلان مني. في بشر عندهم حساسية زايدة عن اللزوم. فلان ده زعلان مني، فلان ده مش مهتم بيا، فلان ده مشغول عني، فلان ده مش واخد باله مني. وأحيانا الحساسية ده هي تخلي الإنسان يبعد عن الباقي، عن بقية الناس اللي حواليه. ده أنا عايز أقول لك ممكن الحساسية دي تخلي الناس تبتعد عنك، حتى اللي بيحبوك يبتعدوا عنك، لأن أنت أبسط حاجة بتاخد فيها موقف. يقول هنا يشوع بن سراخ: سأتوارى عن الرب، هبعد عن ربنا. وده برضو عقل، تبعد عن ربنا ازاي؟ يعني تبعد عن ربنا ازاي؟ سأتوارى عن الرب. لا تفقد ثقتك بالله، هو واخد باله منك، هو شايفك، هو بيدبر امورك، هو ضابط الكل، هو اللي بيقدم لك النعم الكتيرة في كل يوم، نعمة الستر ونعمة الصحة ونعمة الحفظ، وانه يأتي بك الى هذه الساعة نعمة العمر. انتبه، الله مازال يحفظ البشر. وعلى رأي بولس الرسول يقول: المسيح فيكم رجاء المجد. المسيح فيكم رجاء المجد، يعني هو موجود في حياتنا وبيشتغل ويانا وبيعضد ثقتنا، بيعضد شخصياتنا. الإنسان صغير النفس أو ضعيف النفس كده، إنسان هينفع لإيه؟ ده مش هيقدر يبقى طاقة عاملة، وهيضيع على نفسه نعم كتيرة الله يعطيها له، هيضيعها على نفسه بسبب صغر النفس. انتبه لنفسك وما تنساش أنك الخالق الذي أوجدك على صورته ومثاله، وأعطاك نعم كثيرة، وروح القدوس يعمل فيك ويقويك ويمكنك ويخليك تعرف تتكلم وتعرف تنجح، بس كن أمين واشتغل. وعلى رأي الإنجيل اللي بنقراه في نصف الليل: لا تخف أيها القطيع الصغير. ما تخافش، ده وعد من الله نفسه، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. دي بالظبط بتفكرني بالوعد اللي بيقدمه المسيح لنا في آخر آيات إنجيل معلمنا متى البشير. يقول إيه؟ يقول: اذهبوا تلمذوا وعمدوا وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. خد بالك من الأربع أفعال: اذهبوا، تلمذوا، وعمدوا، وعلموا. طب يا رب هنعمل الحاجات دي ازاي؟ وهنروح بلاد كتيرة وأماكن غريبة، وفي عايزة إمكانيات وعايزة مهارات وعايزة شخص عنده مواهب. هعمل الحاجات دي كلها ازاي؟ يقول: ها أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء الدهر. ها أنا معكم دي هي ثقتك في يد الله التي تعمل. ولما بنقرأ في سفر أعمال الرسل، لأنه بيحكي تاريخ الكنيسة الأولى، بيحكي كيف أن الله كان يفتح الأبواب، برغم أن في أماكن وفي مواضع وبلاد رحوها تعب فيها الآباء الرسل، لكن الله كان يفتح باب للكرازة، باب للخدمة، باب للعمل، وما زال حتى اليوم يفتح أمامنا أبواب، فهو يفتح ولا أحد يغلق. الحاجة الثالثة: لا تفقد ثقتك بالأبدية. انت عايش على الأرض، ربنا أعطاك نعمة الحياة على الأرض، ربنا يديك العمر الطويل وتعيش، لكن حط في بالك أيضا الأبدية، إن في سماء لك نصيب. لا تفقد ثقتك، لأن بيحصل إن ناس كتيرة بتحط كل فكرها
وأحلامها في التراب، يسموهم أهل الطين، عايشين في التراب. طب والسماء والأبدية؟ وطلعت فلسفات كتيرة تقول خلي السماء لربنا والإنسان يبقى له الأرض، ويعمل بقى الإنسان زي ما هو عايز، يمشي حسب مزاجه، حسب عقله، حسب أفكاره اللي ممكن تضيعه. في العهد القديم لما جم يتجسسوا الأرض أرسلوا 12 شخص. ال 12 شخص دول راحوا علشان يشوفوا الأرض اللي هيدخلوها، يدخلوا ولا ما يدخلوش فيها. ف10 من ال 12 رجعوا وهم بعد ما شافوا أرض كنعان وقالوا كده: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا. القبائل اللي كانت عايشة في الأرض اللي هي بني عناق قال لك دول أشد مننا، دول ناس طوال وأقوياء، نحن نخاف منهم، ما نروحش، ما ندخلش الأرض. 10 من 12 نظروا لشكل الناس وقوة الناس ومهابة الناس وبس، وعاشوا في صغر النفس. طيب يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة، الاثنين دول اللي هما الاثنين الباقيين من ال12 راحوا لغاية هناك، وهي ال10 راحوا كلهم. ال10 شافوا منظر، لكن الاثنين شافوا منظر آخر. شافوا عنقود العنب، الأرض المثمرة، الأرض التي تفيض لبن وعسل، يعني فيها خير. شافوا حلاوة الأرض وحصاد الأرض، ورجعوا قالوا إيه؟ قالوا إننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. في واحد يشوف الحاجة يقول لك مفيش فايدة، عارف اللي بيكسروا المقاديف. وفي واحد عنده إصرار وعنده في عينيه رؤية إيجابية، رؤية إيجابية، والرؤية الإيجابية دي بتخليه ينجح ويحقق. أننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. وسمعوا كلام الاثنين دول، والحمد لله لم يصغوا لكلام ال10 المحبط اللي هم قالوا مفيش فايدة، اللي هو قالوا ان احنا نفضل في مكاننا ما نتحركش. دول اتحركوا بناء على الرؤية الإيجابية، الثقة في الأبدية. كنعان هنا بنسميها أرض الموعد الجديدة، وده رمز للسماء. لا تفقد ثقتك في الأبدية، جاهد على الأرض عشان يبقى لك نصيب. هو اللص اليمين وهو على عود الصليب مصلوب جنب المسيح، اللي عاش حياته طولا وعرضا بعيد عن المسيح، ده كان يعني في أفكارنا اللي ممكن يوصل السماء. لكن هو قال عبارة كانت بمثابة اعتراف وبمثابة توبة وبمثابة رجاء وبمثابة صلاة: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. كل ده جمعه في 4-5 كلمات، وعنده ثقة انه ممكن يبقى له نصيب وينال هذه الثقة. اليوم تكون معي في الفردوس. اوعى تقع في صغر النفس واليأس، اوعى الخطية تصغرك، والخطية مهما امتدت في حياتك او طولت او عاشت كتير او وقعتك لغاية التراب ولغاية الوحل، انتبه، يمكن ان يكون لك نصيب، يمكن ان تعود، يمكن ان تقوم وتبدأ من جديد. ويقول لنا في يشوع ابن سراخ: لا تخشى قضاء الموت، اذكر أوائلك وأواخرك، هذا هو قضاء الرب على كل ذي جسد، في إصحاح 41. يعني حياتك اوعى تسلمها لضعاف النفوس. يقول لك إذا أردت أن تتعلم الصلاة التصق بإنسان محب للصلاة. إذا أردت أن تتعلم الألحان التصق بإنسان بيحب الألحان. إذا أردت أن تتعلم لغة معينة التصق بإنسان محب اللغة معينة.
أما إذا التصقت بإنسان ضعيف هتضعف أكتر. وفي مثل كده بلدي يقول لك الصاحب ساحب. الصاحب لو صاحبي شاطر هيرفعني لفوق، لو صاحبي وحش هنزل لتحت. انتبه، لا تفقد ثقتك بالأبدية وبنصيبك في السماء خالص. وانظر دايما لعنقود العنب، انظر لعنقود العنب اللي حطوا أمامهم ولقوه حلو وقدموا كلامهم إن احنا ندخل إلى الأرض ونمتلكها ونقدر عليها. على رأي بولس الرسول، الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. وهو بيوصي تلميذه تيموثاوس في الرسالة الثانية في إصحاح 1، الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. اوعى تقع في فخ صغر النفس. وفي سفر يوئيل يقول ليقل الضعيف بطل أنا في إمكانياتي ضعيفة جدا، لكن لما بمسك في إيد الله بصير بطل. لا تفقد الثقة في الأبدية. الخلاصة إن لا تكن صغير النفس، واوعى تقع في الفخ ده. قلت لك الأسبوع اللي فات لا تكن مغرورا، احترس من الغرور. لكن في الطرف الآخر احترس من صغر النفس وإنك تقع في الفخ ده. ثق بنفسك وثق في الله وثق في الأبدية اللي انت مدعو إليها. وزي ما قال الله لأرميا النبي لا تقل إني ولد، لأنك كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا.